كما قلت لكم البنات هذه الوصفه تعتمدوها مره الى مرتين في الاسبوع. روعه البنات، هذه تقضي على الكلف، تنقي لك البشره نتاعك بطريقه رهيبه. سلام البنات، جيسبر تكونوا بيان حبوباتي. نهار جديد وفيديو جديد كالعاده البنات، رجعت لكم بفيديو بوصفه رائعه. هذه الوصفه هي البنات رائعه جدا لتصبغات البشره. نتمنى حبوباتي تجربوها بويسك قنبله في تصفيه البشره. والله يا البنات، خاصه البنات اللي يعانوا من الكلف، وخاصه هذوك الحوامل كي يولدوا تبقى لهم هذاك الكلف تاع الولاده وهذيك البقعه البنيه بعد الولاده. بالنسبه للجامعيات اللي يقراو تجيهم ديك الحروق تاع الشمس، نقول لك اعتمديها مره في الاسبوع فقط راح تلقاي عليها نتيجه واو يا البنات. اقسم بالله بتجربتي راح نعطيكم هذه الوصفه البنات، نتمنى تشاركوها مع حبيباتكم وصحاباتكم بويسك هذه وصفه سحريه يا البنات، تقضي على الكلف كما قلت لكم، تقضي على احمرار البشره من اشعه الشمس، كما تقضي على اثار. قلت لكم هذه الوصفه رائعه في علاج تصبغات البشره، في علاج القضاء على الكلف بالنسبه للحوامل، علاج اثار الشمس، حروق الشمس بالنسبه للجامعيات واللي يقراو ويتعرضوا لحروق الشمس. نقول لك هذه الوصفه هي البنات بالنسبه اصلا اللي عندهم البوان نوار، اللي عندهم البقع البنيه، اعتمدي على هذه الوصفه. روعه البنات. الوصفه تاعنا واش فيها صفار البيض كما راكم تشوفوا حبوباتي. راني جبت صفار حبه بيض وحده، كما تعرفوا صفار تاع البيض غني بالبروتينات. وعندي البنات هنايا الماء الورد نتاعي البنات منقعه فيه ليله كامله لبان الذكر. انا الماء الورد نتاعي هذا كنت نقعت فيه ليله كامله عفوا لبان الذكر تاعي فيها كما الماء الورد كنت نقعته ليله كامله فيه لبان الذكر، وصفيته وخليته سبيسيال البشره تاعي. يعني بعد في الليل كي نجي نرقد نغسل وجهي عفوا مليح، ومن بعد نرشه بالماء الورد هذا اللي كنت منكحه فيه لبان الذكر. روعه هاد لاستوس البنات. بالنسبه ثاني للوصفه تاعنا البنات راح نعتمدوا فيها هذا الماء الورد، وراح نعتمدوا فيها مغرف صغيره تاع نسكافيه ومغرف حليب غبره. واش راح نبداو؟ راح ندير لكم مغرف حليب غبره، مغرف صغيره اكيد حليب غبره. رايح نديرو مغرف صغيره تاني نسكافيه، ورايحين نديرو الماء الورد هذا الماء الورد راني مشاركاته معكم. رايحه ندير الماء الورد قليلا فقط، مش راح نكثر. رايحين نخلطوا هاد المكونات انا بعد ما خلطناهم مليح مع بعض رايحه نزيد له، كنت نسيتها، رايحه نزيد له مغرف صغيره تاني تاع نشا، مغرف صغيره هكا تاع نشا تاع لا مايزينا، ورايحين نخلطوها كيف مع بعض. رايحه نخلطها مليح حتى تولي لي كريميه. شفتوا هكا. ومن بعد رايحه ندهن بها البشره، راح نديروها طبقوها فوق البشره تاعكم وتخلوها حتى تنشف مليح. ديروها في البشره تاعكم. راح نديروها مره في الاسبوع يا البنات، اذا مرتين في الاسبوع. روعه هذه تعتمدوها مره الى مرتين في الاسبوع. روعه البنات، هذه تقضي على الكلف، تنقي لك البشره نتاعك بطريقه رهيبه يا البنات. نتمنى حبوباتي تجربوها، واكيد اللي جربها نتمنى يخلي لي رايه في التعليقات. انا نتحدى اي وحده تجربه وما تلقاش نتيجه عليها، ونقول لك جربيها واعتمديها، ديريها مره الى مرتين في الاسبوع.
رايحين تلقاي عليها نتيجه، راح تشوفي بلي البشره نتاعك تصفى وتولي ليها النضاره. كما قلت لكم البنات في الليل، من نصيحه من عندي، في الليل كي تغسلي البشره نتاعك مليح دائما دوميه، كي تغسلي البشره نتاعك في الليل ديري رشه من ماء الورد اللي كنتي نقعتي فيه لبان الذكر، ورايحين اكيد تدعوا لي. ونتمنى حبوباتي نال اعجابكم الفيديو تاعي لنهار اليوم. اكيد نتمنى من كل قلبي تبارطاجوا الفيديو تاعي مع احباباتكم وصحاباتكم، وبيزو كبيره مني اليكم، الى الملتقى ان شاء الله.